يلا نعمل مع بعض بقى الميني دوناتس الجميل جدا السهل الخطير الاقتصادي اللي يا دوب هنعمله بيضتين بس. وبجد هيعجبك قوي قوي قوي. يلا بقى نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف هنعمل مع بعض ايه. الطريقة حلوة قوي وهتعجبك جدا وهتعجب الولاد. وحاجة كده اللهم زيد وبارك. ولو عايزة تعرفي طريقة البديل اللوتس او الحشوة اللي انا حاشية بيها الدوناتس هتلاقيها عندي الرابط بتاعها هيبقى موجود في صندوق الوصف. يلا بقى نشوف هنعمل ايه. اول حاجة هنسمي الله ونصلي على رسول الله وهنجيب بولة ننزل فيها بثلاث كوبايات من الدقيق بما يعادل 125 جرام الكوباية، يعني 375 جرام. لو ما عندكيش جرامات هتوزني بكوباية واحدة، هما 3 كوبايات يكونوا نفس المقاس. تمام. هننزل عليهم بمعلقة هرمية من البيكنج باودر ومعلقة من الخميرة الفورية وحوالي 3 معالق من السكر. لو عندك الكوباية المعيارية دي هتحطي 65 جرام من السكر. وبعد كده هنقلب المواد الجافة كويس جدا مع بعض. وبعد كده هننزل عليهم ببيضتين بس يكونوا بدرجة حرارة الغرفة، ولازم تكسريهم في طبق منفصل علشان ما تبوظيش الوصفة. هنبدأ بقى نعجن الكلام ده كله بإيه؟ ما تنسيش كمان تحطي على البيض كيسين من الفانيليا او نص معلقة من الفانيليا علشان زفرة البيض. ولو عندك كمان نص معلقة خل هتضيفيها هتغير الوصفة خالص وهتخليها لك حلوة جدا. هنا انا جبت كوباية من المية الدافية وبدأت اعجن بيها. كل دقيق مختلف عن التاني، ممكن تاخدي شوية كمان اكتر من الكوباية وممكن تقللي عن الكوباية، بس هي المية على حسب الدقيق نفسه نوع الدقيق. وبعد كده نزلت عليهم ب 80 جرام من الزبدة، اي ما يعادل 2 معلقة هرمية من الزبدة. بعد ما عجنتها كويس نزلت عليهم بالزبدة وبدأت أدخل الزبدة في العجينة وأعجنها برضو كويس جدا. ولازم تعجنيها في المرحلة دي كويس جدا وهتحسي إن العجينة ملزقة شوية. هي خلاص اهي بقت طرية حلوة وعاملة زي الرابر كده زي المطاط، حلوة قوي معاكي. هتغطيها بقى بكيس بلاستيك أو بالكيلينج فيلم. انا وال والاسترتش راب ده ما فيش علاقه بيننا وبين بعض، دايما بيضايقني وبروح رازعاه في الاخر. هتغطيها كويس جدا. على فكره هسيب لكم في صندوق الوصف الرابط بتاع بديل اللوتس وكمان بديل النوتيلا، عشان اللي يحب يعمل الحشوات دي يلاقي الوصفه موجوده ان شاء الله. بس يا ستي هتسيبيها لمدة ساعة وهتخمر وتبقى تمام وتطلعيها تعجني تفرديها بقى. هتفرديها ازاي؟ تعالي ما نشوف. هنرش رشة دقيق كده حلوة علشان العجينة دي بتكون ملزقة شوية. عجينة الدوناتس لازم تكون ملزقة، لو مش ملزقة معاكي مش هتديكي النتيجة الكويسة. لو ناشفة مش هتنفش معاكي وتبقى هشة وفاضية من جوه. انت شفتيني انا في الاول حشيتها، يعني معنى كده ان هي فاضيه من جوه. في دوناتس بقى مختلف اللي هو التاني المقفول ده، اللي هي المدوره المفرغه دي مش هتكون مش هتكون فاضيه من جوه. بعد كده انا رشيت رشه دقيق على العجينه وكمان رشيت على الفراده او النشابه علشان هي زي ما قلت لك ملزقه. انت ممكن تعمليها بالسمك ده، لكن انا كنت عايزاها سمك اقل لان ده ميني دوناتس مش دوناتس. الدوناتس بتحتاج ان هي تبقى عاليه. انا عاملاها برضو هسيب لك الرابط بتاعها في صندوق الوصف. الدوناتس بتكون اعلى شويه لكن دي ميني دوناتس فدي صغيره. هنجيب بقى هنا غطا او كوبايه او طبق صغير وهننزله كده في الدقيق او نعفره كده بالدقيق ونبدا نقطع بيه دواير. انا عايزه اعمل دواير صغيره، انت عايزه تعملي دواير كبيره كبريها، هاتي مثلا غطا برطمان كبير. انا هنا جبت غطا برطمان صغير وبدات اقطع بيه. طيب بعد ما قطعت كده هعمل ايه؟ هاخد الغطا زعل تقريبا. بعد ما خلصت تقطيع وطلعت العجينة اللي باقية عجنتها كويس جدا وسبتها ترتاح. الخطوة دي مهمة جدا. تمام. هنسيبها ترتاح وهنجيب غطا ازازة صغيرة علشان نعمل الفراغ اللي بيكون في دايرة الدوناتس. ولا قطاعة بقى ولا اي حاجة. هنسيب العجينة دي ترتاح شوية وهنشكلها ونعمل برضو بيها بقية الدوناتس، بس مش هنعمله اللي هو المفرغ من جوه، لا هنعمله اللي هو دواير بس اللي هو هنحشيه.
اللي أنا حشيته في أول الفيديو. بس يا ستي، وهابدأ أقطّع بقى بالغطا وأفرّغ كده زي ما أنتِ شايفة. هنا أنا هابدأ أشيله بقى من على عشان ما يتبهدلش. الكرات الصغيرة دي اوعي تسيبيها، الكرات دي هتطلع معاكِ أحلى زلابية، أحلى لقمة القاضي، بجد هتطلع معاكِ تحفة. هنجيب بقى فوطة ونحطها على صينية ونبدأ نشيل عليها الدوناتس ونسيبه علشان يرتاح. الخطوة دي مهمة جدًا، خطوة إن أنتِ تسيبي الدوناتس يرتاح تاني عشان يخمر تاني، لإن أنتِ أساسًا فرّغتيه. هنا بقى خلاص العجينة اللي أنا كنت عاملاها هنا أنا باقول لِك أهو لازم تغطّيه تاني وتسيبيه يرتاح حوالي نُص ساعة. طيب هنيجي بقى نبدأ نحمّر الدوناتس. عايزين هنا النار تكون نار متوسطة إلى هادية، يعني مش عالية خالص، عشان أنتِ لو حطيتيه في نار عالية مش هيدّيكِ النتيجة اللي أنتِ عايزاها. وما تحطّيش كتير في الطاسة، لازم تكون كمية بسيطة مش كتيرة، عشان يتحمّر كويس ويستوي كويس. بُصّي شايفة؟ اللهم زد وبارك تحفة، ومقرمش جدًا، هو يا دوب ترُشّي عليه سُكّر وتاكليه هيبقى في منتهى الجمال. هو طبعًا في حاجات اتعوّجت مطرح إيديّا، بس هو كان حلو جدًا، جدًا، جدًا. هنا بقى دول اللي هم الbubbles الصغيّرين، الbubbles دول كانوا عاملين زي الزلابية بجد. بُصّي بقى هنا دول ما اتحمّروش في زيت غزير ومش في زيت هادي، كنت أنا علّيت النار شوية، فطبعًا ما استووش معايا النتيجة اللي هي يعني. هنا أنا بدأت أحشي بقى، اعملي بقى الأشكال اللي أنتِ عايزاها، لإن الحاجات دي الولاد طبعًا بيحبوها ويحبّوا بقى عليه chocolate white chocolate dark chocolate زي ما أنتِ عايزة. اعملي بقى الحاجة اللي أنتِ عايزاها. شوية بقى garnish حلو كده بالsprinkles لو عندِك، لو ما عندكيش sprinkles حُطّي شوكولاتة فورماسيه اللي هي الألوان دي اللي زي اللي أنا باحطها، أي حاجة. حُطّي لهم كريزة كده. أنا كمان حشيت اللي أنا حطيته في الشوكولاتة ده، الشوكولاتة دي عشان أسيّحها دي شوكولاتة بار عادي جدًا سَما. أنا حطيت عليها معلقة زيت نباتي. هنا ده أنا حشيته أهو باوريه لكم. وبعدين بدأت أنزّل في الشوكولاتة البيضا، وبعد كده بقيت أنزّل في شوية تانيين في الشوكولاتة الغامقة. وبعدين بقى عندِك كيس بلاستيك كده ممكن ترُشّي كده عليها بالشوكولاتة اللي هتفيض في الآخر. طبعًا الولاد بيعشقوا الشوكولاتة حتى لو عملتِ إيه. ما تنسوش إن بديل اللوتس وبديل النوتيلا موجود في صندوق الوصف إن شاء الله. وما تنسونيش بقى في اللايك والشير كتير، وما تنسوش تسيبوا لي كومنت حلو، أهم حاجة اللايك بالله عليكم. علشان ناس كتير زي كده يعني بيحبوا الدوناتس، هيحبوا الطريقة الاقتصادية السهلة دي. واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية. ويا رب الوصفة تعجبكم، بجد كانت حلوة قوي وسهلة قوي وبسيطة جدا. حاجة كده اللهم زيد وبارك. شايفين 3 كوبايات عملوا كمية قد ايه؟ سلام عليكم.